صوت داخلي كده دايما بيجي يقولك انت مش كويس، مع انك ممكن تكون محقق نجاحات كويسة في الشغل او في الدراسة وجايب درجات كويسة، ولكن يجي يقولك بس انت لسه مش كويس كفايه، انت لازم تعمل كذا، انت لازم تسوي كذا، ويقعد يضغط عليك يضغط عليك لدرجه انك تقوم قافل المذاكره ولا قايم من على الشغل وقال يا عم انا مش عايز اشتغل، انا مش بتاع شغل، انا فاشل. على الرغم ان الصوت ده تحسه حد غريب، بني ادم كده مش منك، الا ان الصوت ده جزء منك. فتعالوا النهارده نتكلم عن الصوت ده وازاي تحول ألد اعدائك الى حليفك اللي بيساعدك على الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. لو أنت جديد في القناة فأنا يحيى، مهندس برمجيات بقالي قرابة 15 سنة، متخصص في برمجيات الموبايل. اشتغلت في شركات مختلفة الأحجام، من أول شركة الموظف الواحد لحد الشركات المترامية الأطراف زي STC في السعودية، ودلوقتي أنا عايش في نيوزيلندا الجميل. فأهلا بيك في القناة. الصوت الداخلي اللي بيجي لك دايما ويقعد يتكلم معاك بيسموه الامبوستر سيندروم أو متلازمة المحتال إن صح الترجمة بالعربي، وهي كده إحساس جواك طول الوقت بيحسسك ان ايه ده، هم امتى هيكتشفوا في الشغل ان انا مش كويس؟ الراجل اللي بيصحح لي الامتحان ده اكيد في لحظه هيكتشف ان انا مش كويس كفايه ومش هيديني الدرجه الكامله. الموضوع ده ملوش لا علاقه بسن ولا بمستوى وظيفي، سواء كنت جونيور او سينيور او حتى تيم ليدر او CEO. ناس كتير جدا بتمر بالصوت ده وبتسمعه وبتتضايق منه، ولكن اول حاجه عايزك تاخد بالك منها ان الصوت ده هو جزء منك، هي انت بتتكلم مع نفسك. بس هي الفكرة ان انت عشان بتتكلم مع نفسك جوه نفسك بتتكلم بمنتهى الأريحية ومنتهى يمكن قلة الأدب، يمكن منتهى الإهانة، بتتكلم كلام رو بيور كده منك لنفسك. فالكلام لا بيطلع لا منمق ولا شكله حلو ولا بتراعي فيه مشاعرك، لان انا اتكلم مع نفسي، هو انا ليه محتاج ان انا اتكلم مع نفسي كويس؟ ولكن المهم جدا انك تكون عارف ان الصوت ده عنده هدف واحد بس. الصوت ده مش هدفه ابدا ان هو يضايقك ولا ان هو يأثر عليك ولا ان هو يثبط من عزيمتك. الصوت ده فعلا صوت حقيقي، هدفه ان هو يساعدك، هدفه ان انت تكون احسن. زي ما تقول كده هو عامل الخوف اللي جواك اللي بيخليك دايما تزق، دايما تاخد خطوة لقدام. طيب الصوت ده جزء مني، ازاي ممكن اتعامل معاه؟ اول حاجة واهم حاجة انك تسجل انجازات. كل ما تعمل حاجة كويسة سجلها، خلي عندك دفتر كده بتراجعه كل اسبوع كل شهر، تقول والله انا الشهر ده ذاكرت مواد كذا وكذا وكذا، خلصت اجزاء من الماده الفلانيه والماده الفلانيه والماده الفلانيه، اشتغلت وخلصت اتعلمت برمجه حاجه معينه، اتعلمت حاجه جديده في الشغل بتاعي. مهم جدا انك تراقب انجازاتك عشان حاجات كتير، بس مهم جدا عشان تقدر تتغلب على الصوت ده انك تكون شايف انجازاتك قدام عينك. وبعدين لما تيجي تنتقل للخطوه اللي بعدها، لما يجي لك الصوت ده هتبدا تقارن نفسك بنفسك، مش هتقارن نفسك بحد براك. يجي لك الصوت ده يقول لك والله يا ابني احنا منزلين كورس بقالنا 3 سنين وما فتحناهوش، هو انت بقى ايه؟ انت فاشل ولا انت ايه ظروفك ولا انت ايه دنيتك ولا انت تعبتني؟ تقوم قايل له والله يا صوتي العزيز تعالى 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 نفتح الكشكول مع بعض. والله انا الاسبوع اللي فات عملت كذا، والشهر اللي فات عملت كذا، والسنه اللي فاتت كان عندي كميه انجازات كذا وكذا وكذا. فده معناه ان انا شغال على الحاجات اللي انت بتطلبها مني، فملوش لازمه بقى قله الادب. تعالى نتكلم بالهداوه. ولما تبدا تتكلم مع الصوت ده انا عايزك تتحداه، لان احنا دلوقتي خلاص بدانا نسجل انجازاتنا، فنبدا نتحدى الصوت ده. الاول عايزين نتاكد هو الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، ما انت فعلا ممكن تكون مقصر. فاول حاجه هنتشالنج، هنتحدى الصوت اللي جوانا ده. والله لو كلامك حقيقي ماشي، يبقى في منظور معين، لكن لو كلامك مش حقيقي يبقى انا في عندي خطة وانا عندي انجازات وانا ماشي عليها. طب لو الكلام كان حقيقي فعلا، الاول نتحقق من الكلام اللي هو بيقوله، هل كلامه ده حقيقي ولا لا؟ فنبدأ نبص في كشكول الإنجازات ونبدأ نبص في الكلام اللي هو بيقول عليه. والله إحنا عملنا أجزاء كبيرة من الكلام اللي هو بيقول عليه، بس هو بيحب الكمال، هو بيحب إن الحاجة تبقى كاملة على الآخر. فخلاص انت هتقول له ان انا خلصت شويه حاجات، كل الكلام ده بيحصل جواك. هتقول له والله انا خلصت شويه حاجات وباقي شويه حاجات. طيب لو الصوت ده كان فعلا حقيقي، صحيح الاسلوب بتاعه مش كويس ولكن الصوت فعلا كان حقيقي، هنقوم جايبين كشكول المهام، ورقه او كشكول انت بتكتب فيها المهام اللي انت عايز تعملها او التاسكات بتاعتك كل يوم او كل اسبوع او كل شهر، ونبدا نقول له طيب تعالى احنا ايه عايزين نتعلم ايه؟ مثلا في كورس نزلناه او كورس اشتريناه من 3 سنين وما فتحناهوش،
طيب تعالى نحط خطة. والله الكورس ده مدته 30 ساعة، وانا مقدرتي ان انا ممكن اذاكر كل يوم ساعة او ساعتين. تعال نقسمه على 15 يوم او على 30 يوم او على 45 يوم، ايا كانت الخطة. المهم انك تحط خطة مع شوية وقت كفاية، مع شوية اعتبارات، لان انت بتنجز في قد ايه وانت قدراتك عاملة ازاي، ونقوم حاطين خطة. مهم جدا ان احنا نتحقق من الكلام ده. طب تخيل ان احنا لقينا الصوت الداخلي ده كلامه لا هو صح ولا غلط، هو كلامه جاي من مكان غريب. يعني لا هو بيقول لك انجز ولا هو بيقول لك ما تنجزش. في اللحظة دي عادة دي بتكون مشاكل في الطفولة او ازمات عدينا عليها، ترومز معينة مرينا بيها، وبعدين بقى ايه بيجي لك ايه، جسمك بيحاسبك. فمن ضمن الحساب الكلام السيء اللي بيطلع من جوه. فبرضه تاني نقوم جايبين بقى كشكول الافكار لاي كلام، ونبدأ نكتب كل كلمة موجودة في بالنا. عارف انت كمية الافكار اللي بتجيلك قبل ما تنام، اللي هو الشمس بتطلع ليه والقمر بينور ازاي والمش عارف ايه، عارف اللي هي حاجات كلها تخيلات. مجرد ما بتنام وتصحى الموضوع بينتهي. بس للأسف في ناس بياخدهم الكلام لنقطة ان هم مش بيقدروا يناموا، او حتى مش بيقدروا يكملوا حياتهم. الحل الانسب والرائع في الموضوع ده انك تقوم ماسك ورقة وقلم، ده اسمه بقى كشكول ولا حاجة، كشكول الكلام الفاضي. تقعد تكتب كل كلمة الصوت ده بيقولها لك حرفيا، كل كلمة. وعلى الأغلب مش كل كلامه هيكون أي كلام. لما تقعد تكتب كل كلمة وانت بتكتب بتفكر، هيطلع معاك شوية حاجات، شوية أفكار كويسة. الافكار دي برضه هتقوم واخدها وحاططها في كشكول المهام، وتبدا بقى تتعلم ازاي تتعامل مع الصوت ده. خلاص كتبنا كل حاجه وظبطنا، بقى عندنا كشكول ولا حاجه، كشكول المهام، كشكول الخطه. جه بقى الصوت ده يوجع دماغك بكره بالليل كده، عمال يقول لك يا عم انت كذا وانت كذا وانت كذا، تقول له بس انا خلاص ما بقيتش اتكلم غير بالورق. تعالى نفتح يا عم كشكول ونقعد نتكلم ونشوف ايه الكلام. واحده واحده هتبدأ تتعلم انك تتعامل مع الصوت اللي جوه. وعادة الصوت ده بيجي للناس اللي اصلا بتكون بيسموهم الهاي اتشيفرز، الناس اللي بيحرزوا تقدم دايما وتقدم عالي، ولكن دايما بيخلي في جواهم صوت عمال يكلمهم، وعلى الاغلب هو ده اللي بيزقهم ان هم بيكونوا هاي اتشيفر. طيب كتبنا كل حاجة وكله تمام، والصوت بقى يطلع وبقينا نعرف نرد عليه. بس انا ما بنجزش، ما بنفذش الخطه. انا كتبتها صح، احنا كتبناها عشان نطلعها من دماغنا، عشان طول ما انت في دماغك افكار، دماغك هتكون مليانه ومش هتقدر تفكر في حاجه تانية. فاحنا طلعنا الافكار اللي هي ملهاش لازمه في هذه اللحظه. طلعنا شويه افكار كده، افكار دول حطيناهم على جنب. كويس، طيب هنبدا نشتغل فيهم امتى؟ هتبدا تشتغل فيهم لما يكون عندك طاقه ان انت تشتغل فيهم. سواء بقى اذا كنت انت متعود انك بتشتغل تحت ضغط، فلما تتزنق هتقوم مطلع الخطة وتشتغل عليها. سواء اذا كنت انت حياتك منظمة وعارف انت هتعمل ايه امتى وبقى عندك خطة واضحة فهتبدأ تنفذها. ولكن اهم حاجة بالنسبة لي لما الصوت ده بيجيلي ان انا اطلع الصوت ده من دماغي وافرغه على ورق. ومجرد ما الحاجات دي طلعت من دماغك هيكون سهل انك تبدأ تخطط دماغك عشان تنفذ، ولو بعد حين، ولو مش حالا، ولو مش النهارده، ولو مش الاسبوع ده، ولو بعد ما اخلص جيش، ولو بعد ما اخلص الريليز اللي جايه اللي هتقعد 6 شهور. ولكن المهم ان هي طلعت من دماغك، ولما يطلع لك الصوت تاني هتقول له الخطه اهي، بس انا ما عنديش وقت. لما يبقى عندي وقت هقعد اعمل. اول حاجه كانت ان احنا نسمع الصوت ونوثق ونكتب كل حاجه بيقولها في صوره كلام وخطه. تاني حاجه من الحاجات اللي هتساعدك انك تتخلص من الموضوع ده انك دايما تسمع الناس اللي حواليك، بس الناس اللي بيحبوا لك الخير، او الناس القريبين منك اللي يهمهم مصلحة. هتبدأ بيجيلك افكار مدمرة هادمة ممكن تهدلك كل حاجة. والله تبقى قاعد مع واحد صاحبك تقول له انت ايه رأيك، انا كويس في الشغلانة دي ولا مش كويس؟ حد بيشتغل معاك ويكون امين في كلامه. والله طب انت اديني تقييم. والاحسن لو عندك في تخصصك او في المجال اللي انت شاكك في نفسك فيه ده، لو عندك منتور، عندك حد كده بتقعد معاه كل اسبوع، كل شهر، كل فترة، كل 3 شهور، كل ما بتتزنق تقعد تتكلم معاه وتقول له والله انا بعمل كذا كذا كذا، وصلت لكذا كذا كذا. وبعدين الجميل في الشخص ده بقى ان هو هيبقى عنده عنك تاريخ، فهو عارف انت جاي منين وبتعمل ايه ومسوي ايه وحياتك شكلها عامل ازاي، وايه اللي بيضايقك وايه اللي بيفرحك وايه اللي بيزعلك. يعني ممكن نقول عنه ان هو اشبه بصديق، وهو في نفس الوقت برضو شخص على اطلاع دائم بالمواضيع اللي انتوا بتتكلموا فيها. فساعتها رايه هيكون راي نافع، هيقول لك والله لا ده انت كويس، لا ده انت مش كويس، ده احنا نزود حته كده، ده احنا نعمل حته كده. ولكن في المجمل او الهدف من الحوار ده ان احنا
تاني نتحدى ونتحقق ونفاليديت الصوت اللي جوانا ده، هل هو فعلا صوت حقيقي ولا هو صوت اي كلام. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا، الناس الهاي اتشيفرز او الناس اللي بيفكروا بالطريقة اللي بنتكلم عنها دي، ان هم دايما باصين على الكمال. انا عايز ابقى احسن مبرمج في التاريخ، انا عايز ابقى احسن واحد بيسوق عربيات نقل، انا عايز اجيب الدرجة النهائية. طول ما انت بتفكر بالطريقة دي عمرك ما هتوصل لأي حاجة، وطول ما الفكرة اللي في دماغك هي مجرد حلم مش خطة مكتوبة عمرك ما هتنجز أي حاجة. طول ما أنت دايما كده عايز الكمال، أنا عايز أبقى أحسن واحد، أنا عايز أبقى أشطر واحد. مش مهم أبدا إنك تفتح مشاريع وما تكملهاش، يمكن في النص اكتشفت إن المشروع ده هو مش الأنسب ليا. مش مهم أبدا إنك لما تجيب كتاب تكمله للآخر، لأنك ممكن تكون لما بدأت تقرأ فيه اكتشفت إن هو إيه ده، لا الكتاب ده مش المناسب ليا، أو مش ده الكتاب اللي أنا بدور عليه في اللحظة دي من الزمن. ولكن وركز كويس قوي على انك تنجز مش توصل للكمال، انك تمشي خطوات صغيرة، بيبي ستيب، خطوات صغيرة جدا في اتجاه الطريق اللي انت ماشي فيه، في اتجاه الهدف اللي انت عايز توصله. كل ما الخطوة كانت صغيرة كل ما عملها كان اسهل، كل ما نفسك كان مناسب ان انت تاخدها. لكن كل ما الخطوة زادت او كل ما الخطوة كبرت كل ما نفسك اتقطع في النص ووقعت، وبعدين جه الصوت تاني وقال لك ادي يا عم اديك وقعت تعالالي بقى، ويبدأ بقى ايه يتسلى عليك. فدايما خلي تركيزك على الانجاز او على الخطوات الصغيرة، مش على انك توصل للكمال. لو فكرت كده، الراجل اللي بيبني برج خليفة لو طول الوقت قاعد يفكر يقول انا عايز ابني برج خليفة، انا عايز ابني اطول برج في العالم، تفتكر كان هيعمل حاجة؟ ولكن لو جه وجاب ناس متخصصين في البناء وقعد معاهم وقال لهم يا جماعة احنا عايزين نبني اطول برج في العالم، المفروض نعمل ايه؟ يقوموا مطلعين الورقة والقلم بتوعهم ويبدأوا يخططوا، يعملوا خطة يقعد تتبني 3 سنين، وبعدين ال3 سنين دول بتتقسم لشهور، وبعدين تتقسم لأسابيع، وبعدين تتقسم لأيام. فهيبقى تركيزهم بالظبط على اليوم، النهارده احنا هنعمل كذا، الاسبوع ده هنعمل كذا. عارف الحصان لما بيركبوا له كده على عينيه حاجه كده عشان ميبقاش متشتت بالطريق اللي حواليه، هو يبقى باصص بس على الطريق بتاعه. انا عايزك بعد ما تحط الخطه تقوم لابس طاقية باتمان، لابس البتاع بتاعت الحصان دي، عشان تبقى مركز زي الليزر كده على الهدف بتاعك وعلى الخطوه بتاعتك وعلى الحاجه اللي هتعملها النهارده. وختاما يا عزيزي، خليك رحيم بنفسك. انت النهارده ما ذاكرتش الكورس، في حد مات، حصل حاجة، خسرت، يعني ما حصلش حاجة، خليك رحيم بنفسك. صح انت مش عايز توصل لمرحلة لانك تكون قاعد ما بتعملش حاجة وملكش لازمة، ولكن في نفس الوقت عايز تتعامل مع نفسك بطريقة رحيمة. تخيل كده معايا واحد صاحبك انت شايف ان هو محتاج يركز على شويه حاجات كده وهيبقى راجل ممتاز، بس هو بيركزش عليها. لما تقعد معاه تقول له يا عم انت حمار وما تفهمش حاجه، يا عم انت دماغك دي جزمه قديمه، انت ايه، انت هتقوم قاعد معاه وتقول له والله انا شايف ان انت برنس في كذا وبتعمل كذا وبتسوي كذا، بس ايه رايك لو بصينا على كذا؟ طب ليه انت لما تيجي تتكلم مع صاحبك بتتكلم بالاسلوب ده، لكن لما بتيجي مع نفسك بتكون قاسي جدا على نفسك وتقعد تتكلم باسلوب عمرك ما هتتكلم مع صاحبك او صديقك او الشخص اللي يهمك بالاسلوب ده. فزي ما قلنا الصوت اللي جواك عايز مصلحتك، ولكن هي الفكرة بس ان هو مش عارف هو يتكلم معاك ازاي. فخليك رحيم على نفسك، ودايما ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك من سنة، قارن نفسك بنفسك من شهر. والله انا السنة اللي فاتت كنت فين وبقيت فين، انا كنت بتعلم برمجة ودلوقتي انا عارف لغتين، كنت لسه بادئ اتعلم برمجة موبايل ودلوقتي انا جربت مرة الفلاتر وجربت مرة الرياكت نيتيف وعملت شوية مشاريع كويسة بالكوتلين. فالموضوع كده جميل ورائع، وانت شايف ان فيه تقدم بيحصل في حياتك. بس يا سيدي ده كان فيديو بتاعنا للنهارده. عايزك تنزل في التعليقات وتقول لي بتكلم نفسك ازاي، ما تقوليش الكلام اللي انت بتقوله لنفسك، انا عايزك بس ايه تقول لي كده هنت كده معلومه صغيره، انت بتكلم نفسك ازاي وازاي بتحفز نفسك انك تقوم تعمل الحاجات اللي نفسك بتقول لك عليها. ولحد ما اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، اشوفكم بخير وسلام عليكم.